بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهارده نعمل الفلافل الفلسطينية. شو شايفين هنا معانا 3 بصلات بحجم صغير يعني مش كبير، ومعانا بقدونس وشبت. معانا بقدونس وشبت، وهنا معانا قرنين فلفل اخضر على اخضر واحمر قطعتهم، ومعانا سنين توم كبار خرطتهم، ومعانا معانا الكمون، ومعانا كمان كزبره ناعمه نحط عليها. والملح بيكون ايه لما تيجي بتعملوا اكياس وتحطوه في الفريزر. الملح بيكون ايه؟ الملح بيكون يعني ساعة ما تيجي تقلوا الفلافل بتروح حاطين بقى ايه ملح. عايزين تعملوها عجة بتعملوا بيض تعملوها كده عادي. وبعدين ممكن تحطوا كمان بدل ما عندكم كربونات الصوديوم بتحطوا، وعندكم بيكنج باودر بتحطوا يعني مع الفلافل لما تيجي تقلوها، يعني برضو عادي هي. ودلوقتي احنا هنعمل بقى الفلافل اهو. كمان نقطع بصلة، كل شوية نحط عليهم بصلة. بعدين هنجيب من الخضرة تعملوها في الكبة، تعملوها على المكنة اليدوية دي اللي على ايدكم برضو بتنفع عادي. اي حاجة اللي متوفر عندكم بتعملوا فيه. واحنا بقى عندنا في مصر بنجيب كرات، بنجيب يعني الكرات حلو للفلافل. بس بقى هنا ما فيش كرات، ما فيش يعني ما تلاقيش الا فين وفين لما تلاقي كرات. ما فيش هنا كرات. الكرات حلو في الفلافل. شايفين ما شاء الله. بقطعها ليه صغيره عشان ايه لو فيها عيدان تدوب على طول اهو. نحط فلافل، نحط حمص وكده ايه دلوقتي بقى هنقفل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هوريكم. هات معلقه يعني شايفين، بس عايز كمان شويه. وانا هضربه دلوقتي كله زي ما، وهوريكم ازاي ايه النعومه بتاعته.